ركز معايا يا حياتي، ام علي تاخذها من عندي ما تاخذها من عند غيري، مقرمشه ولذيذه وغرقانه ورويانه. غرقانه حليب يا سيدي، هي دي بس ايش في قلبك. بنحط شويه حليب ونذوب شويه مستكه معاه. هناخذ ملعقه قشطه خليك كريم فيها عشان تعطي للحليب دسامه، وللتحليه راح ناخذ عسل طبيعي من المراعي عشان يطيب لك الاكله، مناسب للحلويات ولذيذ في المعده. وحليها يا معلم لاخر قطره، ابغاه ياخذ فوره واحده وعلى طول تقفل النار وتشيله. هنا عندنا البيف بيستري، حطيته بالفرن دهنته بشويه بيض الين ما انتفخ معايا، وهذا هو طلع يا جماله. هنعمله اصابع بعدين مكعبات بالطريقه هذه. السر في تلبيسه العسل، حتلبس البيف بيستري بالعسل عشان ما يتقطع معك بالحليب. ححطها في الفرن 5 دقائق تنشف زياده، ونشربها بحليب المستكه اللي سويناه، خليها ترتاح شويه. عندي هنا ورق قلاش يا جماعه، راح نعملها مروحه وراح نحطها على الصينيه، والان تبدا تدهن، والان كذا تدخل على الفرن. هذه جهزت معانا، ابدا الان رشرشها. وتعال شوف لي ام علي الجميله هذه اللي جهزت معانا مع عسل المراعي. اسمع صوت القرمشه، ندوق معاكم. كذا تسوي ام علي او بلاها، وهذه نقول عليها الله الله.